نية الزوار في الفوز بدت واضحة منذ البداية، وكاب ينذر الزوار بهذه التسديدة، والقائم أنقذ الموقف هنا. الشباب حاول مرة أخرى ركنية، وبورحلي لم يستغلها كما ينبغي لصالح الشباب، وبورحلي دائما وراء كل الكرات الخطرة تسديدة، ومزاير ينقذ مرماه على مرتين. نلعب بالدقيقة 16، تابعوا جيدا ماذا سيحدث. وهذا ما حدث، صورة لا تحتاج لأي تعليق، صنعها اللاعب المتألق أمير بورحلي. مزاير لم يفعل أي شيء هنا لأن الكرة سكنت الزاوية 90. المولودية بعد ذلك حاولت تعديل النتيجة في هذا الهجوم المعاكس، لكن محاولة بنتومي كانت محتشمة، والشوط الأول انتهى بتفوق المحليين بهدف دون مقابل. المرحلة الثانية الشباب يتمكن من مخادعة مزاير بهدف ثاني صنعه كاب، ووقعه المدافع فريوا العائد إلى المنافسة، والهدف كان في الدقيقة 53. شباب باتنا كان الأحسن، وكان بإمكانه إضافة أهداف أخرى عن طريق اللاعب الممتاز كاب. رد فعل الحمراء، وبعد ذلك جاء بعد هذه المخالفة ورأسية البحري غير بعيدة عن مرمى بابوش. الشباب يستعيد زمام المبادرة، وكاد عن طريق بن ساسي أن يضيف الهدف الثالث. وفي آخر اللقاء مولودية وهران في هذا الهجوم المعاكس عن طريق بالرملة، الكرة في العمق بعد ذلك، وبنتومي يخفق في تقليص الفارق لينتهي اللقاء بفوز مستحق لرفاق أمير بورحلي. الحمد لله، يعني الفوز كان إجباري علينا باش نحققوا نتيجة يعني اليوم بعد النتائج السلبية اللي حققناها في الجولات الفارطة. الحمد لله يعني الفوز تاعنا جاء في الوقت المناسب وبهدف يعني الحمد لله هدف جميل يعني جميل الحمد لله. دون حنا جينا بروجيتا بوزيتيف، مالوريزمون نظن باللي ديبي تاع شويه عطل علينا تاع بريمير ميطون، كنا قاعدين نولوا في السكور، كنا راضي دوز اوكازيون كومبليتات، مي ان شاء الله مازال نشوفونا قدام الماكسيموم باش ان شاء الله نحققوا الريزلتا على الاكستيريور ان شاء الله.